الرحيم. رابطة أبناء الشام التنموية. تزامنا مع حملة البرد يقتلهم، أطلقت رابطة أبناء الشام التنموية حملة إغاثة درعا بإشراف الشيخ عصام العويد وبالشراكة مع مبادرة نلبي النداء. وبفضل الله ثم بجهود أهل الخير والعطاء انطلقت الحملة إلى درعا بأكثر من 100 شاحنة محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والملابس الشتوية وغيرها. وقد وصلت هذه الشاحنات لدولة الأردن تمهيدا لإدخالها لدرعا. 100 شاحنة تحركت من مدينة الرياض من وسط العاصمة في المملكة العربية السعودية، محملة بكل ما يحتاج إليه أهلنا، أبناؤنا، نساؤنا، أطفالنا في بلاد الشام. تحركت إغاثة. لما تحركت القلوب فجاءت هذه الإغاثة، وفيها من المواد الغذائية، فيها الطحين وفيها حتى الفول وفيها شيء من الطماطم وكذلك من الملابس والبطانيات وأشياء كثيرة جدا جاءت من هناك لأهلنا. هذا أقل ما يجب لأحبابنا هناك ممن جاء لهم من الألم ووقع عليهم من الظلم ما أنتم أعلم به. وقد اشتملت هذه الشاحنات على أكثر من 146 طنا من الطحين و800 طن من التمر و65 طنا من المكرونة و45 طنا من البرغل و81 طنا من الفول و54 طنا من الزيت. كما اشتملت هذه الشاحنات على أكثر من 90,000 بطانية وجاكيت وملابس شتوية وأكياس نوم وغيرها من المستلزمات الشتوية. ولم تغفل الحملة عن توفير الاحتياجات الخاصة لأهلنا في درعا، فتم توفير الكثير من المنظفات والأدوات الصحية لهم. هذا هو نتاج جهودكم، تقبل الله منكم وجعلها في موازين حسناتكم. هذه أنواع مما وصل لأهلنا. أردنا أن نقول لكم أيها الإخوة أيها الأخوات، كل ما ترسلونه وكل ما تتصدقون به هو يصل كما أنتم وكما أرسلتموه وكما وصل إلينا هناك يصل هنا في بلاد الشام. فالله الله في نصرة إخوانكم، والله الله في استمرار يد الدعم. هناك أكثر من 1,000,000 محتاج يوجدون هنا في في الأردن، ويوجدون في الداخل، ويوجدون على الحدود مع لبنان وكذلك في تركيا. كلنا نحتاج أن نهب هبة واحدة لنثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا أمة كالجسد الواحد. وللمشاركة في الحملات الإغاثية لرابطة أبناء الشام التنموية يمكنكم التواصل معنا من خلال